تجمد عمر في مكانه وقلبه ينبض بقوة، يتصبب عرقا رغم برودة الجو. لم يكمل حركة يده نحو الهاتف، لأن الصوت الناعم نفسه عاد يهمس في أذنه، ولكن هذه المرة أقرب وأوضح. كنت في انتظارك. لماذا تأخرت؟ استدار بسرعة، ولكن لم يكن هناك أحد. الشقة كانت غارقة في الظلام، والصمت كان مخيفا. مد يده يتحسس طريقه إلى الهاتف ليشعل ضوء الكشاف، ولكن قبل أن يلمسه شعر بيد باردة تمسك يده. صرخ بأعلى صوته ورمى الدفتر من يده وانطلق نحو الباب، ولكنه فوجئ بأن الباب مغلق من الداخل. حاول فتحه، ولكن القفل بدا وكأن شخصا ما يمسكه من الجهة الأخرى. وفجأة أضاءت الأنوار من تلقاء نفسها، ولكن لونها لم يكن طبيعي، أحمر قانيا. وفي وسط الغرفة فتاة، شعرها طويل ومتلبد كأنه محترق، وجهها شاحب، وعيناها سوداوان بالكلية، تحدق به دون أن ترمش. بصوت ناعم مائل للبرودة: عمر، لماذا تبحث عن شيء لا يخصك؟ وقف عمر مذهولا، لا يقوى على النطق، ولكن داخله كان يصرخ: كيف؟ لقد اختفت منذ 5 سنوات. تابعت ليلى بصوت هادئ، لكنه محمل بالرعب. لقد فتحت الصندوق وقرأت المذكرة؟ إذن أصبحت جزءا من القصة. شعر عمر حينها بشيء يتحرك خلفه، كأن شخصا آخر يشاركه الشقة. بدأ يسمع همسات مكتومة وضحكات باهتة وبكاء. أنت تريد أن تعرف بقية القصة؟ فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من الحكاية.